حنا داخل من بعد كما شفتوا التصرفات ديال الرئيس والتحكم ديالو اللي بغى يدير لنا في هذه الجلسه هذه. من بعد ما رفعوا الجلسه خلينا يتخذوا شي قرارات هي غير قانونيه. حنا حاليا داخلين في اعتصام نحددوا عدد ديال الساعات اللي غادي ندخلوا فيه باش نمددوا بالخروقات اللي قام بها الرئيس في الاقصاء ديال الاغلبيه، في الاقصاء ديال المعارضه من الاستفاده من الاستثمار المحلي ديال الجماعه ديال المحلي. حنا طلبنا من الرئيس باش يجلس معنا ونناقشوا بمقاربه شاوكيه ويحدد لنا المشاريع اللي بغى يبرمج بها القنوات. للاسف هو رفض نظرا للخلفيه اللي عنده، نظرا ربما بغى يستغل هذوك المبالغ الماليه الاهداف ومطيه انتخابيه. حنا تنرفضوا هذا الشيء. حنا حاليا داخلين في اعتصام في هذه القاعه اللي الاخوان غادي يحددوا الوقت ديال المده ديال الاعتصام وهما اللي هم واسع النظر. وشكرا. السلام عليكم. احنا اعضاء ديال المعارضه معتصمين هنا في الجماعه في المجلس الجماعي ديال جماعه الائمه محمد في المسجد في اطار الدوره العادله ديال فبراير اللي توصلنا باستدعاءات خارج الاجال القانوني ديال اللي كيضمنها القانون اللي تيحدد المده ديال على الاقل ما توصلناش في هذه المده هذه. وقراءة يعني المداولة ديال المجلس لقينا بأن الرئيس بقيادة ديال الأغلبية ديالو أنه جاء بنهج إقصائي بنهج انتقامي، يعني تدخل يعني برمجة وتجدول الأعمال اتخاذ على مقياس الانتقامات ديال الانتخابات الصيفة. من النقط اللي حنا معتصمين عليها وكنرفضوها هي الممارسات الانتقامية. الحاجه الاخرى هي خلق الماده 35 من القانون التنظيمي. بين المساله هي طريقه ديال البرمجه هي انه تخلط ما بين الميزانيه ديال التسيير والميزانيه ديال الاستثمار. فالنقطه تيقول لك بانه غادي نبرمجوا اقتناء انابيب ديال الماء وكيفين الله اعلم وكيفاش الله اعلم، في حين انه هذا الباب راه كاين في الميزانيه ديال التسيير. حنا تنرفضوا انه نبرمجوا مشاريع بهذه الطريقه، ما مسميش المنطقه، ما مسميش الفئه المستهدفه، ما مسميش المده، ما مسميش حتى المبدا. هذا حنا تنشوفوا بانه غادي يوجهوا هو تحت الطلب للناس اللي بغا والناس اللي ما بغاش غادي يقصيوه، وهذا تنرفضوه بالبت المطلق جميع اعضاء ديال المعارضه. السلام عليكم. حنا معتصمين في الجماعه حيت الرئيس تيدير واحد الخروقات. تصادعنا على واحد تيو بغا يجيبو كاع الميزانيه اللي كانت هذا العام بغا يبرمجها لواحد تيو ديال الماء، بغا يجيبو ما عرفناش فين البلاصه غدار هذا التيو. قلنا ليه قول لنا التوضيحات اين الدوائر اللي مخصصين في هذا التيو، هو ما قال لناش، ما بغاش يقول لنا داكشي. علاش حنا معتصمين هنايا تنشوفوا الحل. حنا معتصمين هنا في هذه القاعه تنشوفوا الاخوان اشنو قتال غاديين سميتو. دابا حنا معتصمين علاش؟ على بان هو الرئيس بغى يفرض علينا شي حوايج اللي هما ماشي قانونيين. المهم بغى يفرض علينا السيطره ديالو، بغى يسيطر سميتو، بغى يقصي، بغى يستعمل واحد النهج سميتو ديال اقصاء المعارضه. وحنا ما ساكتينش، ما غاديش نسكتوا على هذه القضيه. وحنا عندنا طرق باش غندافعوا على الناس ديالنا. حنا كنمثلوا الناس اللي هما مغاربه، الا هما تيمثلوا شي وحدين اللي هما مغاربه حنا غنمثلوا الناس اللي هما مغاربه. الا عندنا الحق خصنا نعرفوا، ما عندناش الحق حنا ندفعوا الاستقالات ديالنا ونمشيو بحالنا. هادشي اللي تيبان لنا. وهاد الطريقه باش يبرمج شي برمجه اللي هي غير قانونيه، باش يبرمج ليا التيو، يجيب لي يعرم ليا التيو 40 مليون ديال التيو يعرمها، وحنا ما عارفينش شحال خاصنا ديال التيو. واش خاصنا 20 مليون ولا ممكن خصنا غير 20 مليون ديال التيو، وحنا غادي يبقى التيو تما شايط علينا. حنا ما يمكنش نقبلوا هذا سميتو. وحنا راه معتصمين على سميتو. شكرا. كلنا هي معتصمين الجماعه على قاس الرئيس ولا يسكت على حساب الغالي، يسكت على حساب الغاليه ولا يسكت على حساب المعارضه. هي معتصم. والسلام عليكم.
السلام عليكم. حنا اعضاء ديال المعارضه معتصمين هنا في الجماعه في المجلس الجماعي ديال جماعه الائمه محمد في اكل الازداد في اطار الدوره العاديه ديال فبراير اللي توصلنا باستدعاءات خارج الاجال القانوني ديال اللي كيبنها القانون اللي تيحدد المده ديال على الاقل ما توصلناش في هذه المده هذه. وخلال يعني المداوله ديال المجلس لقينا بان الرئيس بقياده ديال الاغلبيه ديالو انه جاء بنهج اقصائي بنهج انتقامي يعني تدخل يعني برمجه وتجدول الاعمال اتخاذ على مقياس الانتخابات ديال الانتخابات الصيفه. من النقط اللي حنا معتصمين عليها وكنرفضوها هي الممارسات الانتقاميه. الحاجه الاخرى هي خلق الماده 35 من القانون التنظيمي. بين المساله هي طريقه ديال البرمجه هي انه تخلط ما بين الميزانيه ديال التسيير والميزانيه ديال الاستثمار. فالنقطه تيقول لك بانه غادي نبرمجوا اقتناء انابيب ديال الماء وكيفين الله اعلم وكيفاش الله اعلم، في حين انه هذا الباب راه كاين في الميزانيه ديال التسيير. حنا تنرفضوا انه نبرمجوا مشاريع بهذه الطريقه، ما مسميش المنطقه، ما مسميش الفئه المستهدفه، ما مسميش المده، ما مسميش حتى المبدا. هذا حنا تنشوفوا بانه غادي يوجهوا هو تحت الطلب للناس اللي بغا والناس اللي ما بغاش غادي يقصروا، وهذا تنرفضوه بالبت المطلق جميع اعضاء ديال المعارضه. السلام عليكم. حنا اعضاء ديال المعارضه معتصمين هنا في الجماعه في المجلس الجماعي ديال جماعه الائمه محمد في اكل الازداد في اطار الدوره العاديه ديال فبراير اللي توصلنا باستدعاءات خارج الاجال القانوني ديال اللي كيبنها القانون اللي تيحدد المده ديال على الاقل ما توصلناش في هذه المده هذه. وخلال يعني المداوله ديال المجلس لقينا بان الرئيس بقياده ديال الاغلبيه ديالو انه جاء بنهج اقصائي بنهج انتقامي يعني تدخل يعني برمجه وتجدول الاعمال اتخاذ على مقياس الانتخابات ديال الانتخابات الصيفه. من النقط اللي حنا معتصمين عليها وكنرفضوها هي الممارسات الانتقاميه. الحاجه الاخرى هي خلق الماده 35 من القانون التنظيمي. بين المساله هي طريقه ديال البرمجه هي انه تخلط ما بين الميزانيه ديال التسيير والميزانيه ديال الاستثمار. فالنقطه تيقول لك بانه غادي نبرمجوا اقتناء انابيب ديال الماء وكيفين الله اعلم وكيفاش الله اعلم، في حين انه هذا الباب راه كاين في الميزانيه ديال التسيير. حنا تنرفضوا انه نبرمجوا مشاريع بهذه الطريقه، ما مسميش المنطقه، ما مسميش الفئه المستهدفه، ما مسميش المده، ما مسميش حتى المبدا. هذا حنا تنشوفوا بانه غادي يوجهوا هو تحت الطلب للناس اللي بغا والناس اللي ما بغاش غادي يقصروا، وهذا تنرفضوه بالبت المطلق جميع اعضاء ديال المعارضه.